الله. اسمك ايه؟ جودي. عندك كام سنة؟ 12. 12. اكيد انت صايمة صح؟ قولي لنا بقى مين السبب اللي علمك ان انت تصومي؟ ماما. والدتك. طيب تعرفي تقولي لنا ما هي السورة التي تسمى باسم مواقيت الصلاة؟ انا هديك اختيارات: سورة الفجر، سورة تبارك، سورة ياسين. تبارك. لا، السورة التي تسمى باسم مواقيت الصلاة، يعني مثلا احنا بنصلي الصبح، بنصلي العصر، بنصلي المغرب كده، ففي سورة بقى باسم مواقيت من مواقيت الصلاة: سورة الفجر ولا سورة تبارك ولا سورة ياسين؟ الفجر. الفجر، برافو عليكي. طيب قولي لنا بقى انت هتقضي العيد ازاي؟ في العاشر عند جدتي. هتقضيه في العاشر عند جدتك، يعني انت هتصلي هناك العيد. طب احكي لنا يومك بيكون عامل ازاي؟ عادي ننزل. ممكن تعلي صوتك شوية؟ ننزل نتوضى وننزل نصلي وكده ونقعد يعني. اوكي تمام. طيب مين اكتر شخص بيديكي عيدية؟ خالي. خالك. طب بيديكي كام؟ عايزين نعرف. مش عارفة. 100 أو 200. طيب قولي لنا بقى انت بتعملي ايه بالعيدية؟ ساعات بخرج وساعات يعني بديها لماما. ساعات بخرج وساعات بديها لماما. يعني اكيد مامتك بتقولك هاتيهم احوشهم لك صح، زي اي ام مصرية؟ لا انا ساعات بديه لها. يعني مامتك مش بتحوشهم لك، انت اللي بتحوشهم لنفسك؟ اه. طيب قولي لنا لو عايزه تقولي كلام حلو لماما وبابا بمناسبه رمضان وان احنا داخلين على العيد، هتقولي لهم ايه؟ ربنا يخليكم ليا، مش يحرمكم مني ابدا. انت عندك اخوات؟ اه. هتقولي لهم ايه؟ ربنا يخليكم ليا برضه. طيب لو هتعزمي 2 من صحابك في العيد عشان يخرجوا معاكي، هتعزمي مين؟ جودي وروان. اوكي تمام. احنا عايزين نقولك كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد يا رب كده، وان شاء الله ربنا يعيد عليكي الايام دي بخير انت واسرتك. شكرا ليكي.